حديت الريح يا طير النشامة ما عليك غبار، فرشت الأرض بوجاع الحمام وريشها ناثر، غدت كل السوالف عن شموخك بين دلة ونار، وغدت كل الطيور اللي تشوفك دمها نافر. رفعت الراس يا شيخ الجوارح ما تبي بي عار، وانا كل ما اشوفك بالفضاء تصرخ لي بحاضر. غدت كل السوالف عن شموخك بين دلة ونار، وغدت كل الطيور اللي تشوفك دمها نافر. رفعت الراس يا شيخ الجوارح ما تبي بي عار، وانا كل ما اشوفك بالفضاء تصرخ لي بحاضر. تجيني الصبح ناهش لي ثلاث ومخلبك بهثار، وتطعن هالعصاري بربع وانته بها قادر. عصيت البرد والصيف الكئيب وكل ظرف صار، وبك نخبة عروب ما تهزك نهمة الجاير في صبح، وغزني من فلاحي ما عرفت الصار. طرحت الموت في وكر الحمام وكنت له ساحر. فمان الله يا عز الشموخ ودلتي والنار، فمان الله يا شقران وانا عن غربتك صابر. السلام عليكم. صح لسانك. صح بدنك الله يسلمك. وسيف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أنا أمسي عليك وعلى الحاضرين وعلى المشاهدين جميعا، وأرحب بأخوي الشاعر إدريس الهنائي الله يسلمك في بلاده الثانية دولة قطر. الله يعزك. يا مرحبا، ترحيبة البدو بالسيل. الله يعزك حبيبي، أنت قلت في أحد أبياتك وبك نخوة عروبة ما تهزك تهمة الجاير. نعم. وش علاقة هذه تهمة الجاير في الطير؟ أنا أقصد يعني كثر ما أفتخر في الطير عند العرب وكذا والناس، فيه حسد وكذا يعني، فأنا أقصد أنه رغم ذلك ما ضر الحسد يعني، فجيت من باب آخر مثل ما تقول. طيب أنا أشوف أنه تهمة الجاير هذه ما لها علاقة. هي على فكرة عفوا مو نهمة الجاير. نهمة الجاير. أنا فهمت على تهمة الجاير. لا، نهمة الجاير كمان ما لها علاقة. طيب أنت قلت في آخر بيت فمان الله يا عز الشموخ ودلتي والنار. نعم. أنت علشان ما تطير تتخلى عن الشموخ والدلة والنار؟ لا، أنا أقول لك فمان الله يا عز الشموخ اللي هو يعني. أيوه. أنا قصدت إن في البيت فأقول دلتي والنار، الناس اللي كانت تسولف اللي كنت أنا كثر ما أسولف وأغنم لهم كنت أسولف كله عن الطير يعني. أنا اللي فهمته من البيت إنه أنت تقول فمن الله يعز الشموخ، يعني ما دام الطير مات لا أنا أقصد نتخلى عن الشموخ ونتخلى عن النار ونتخلى عن الدلة ونتخلى عن لا أنا أقصد أنه هو مختلف عن اسمه. فالشموخ مو شموخ الإنسانية اللي أنا أعيشها، شموخ الطير يعني قصدي. طيري لأنه خلاص مات يعني. طيب والدلة والنار؟ الدلة والنار أنا بدل ما أقول السوالف وكذا وأدخل في التفاصيل اختصرت أثناء ما أنت يعني يكون عندك ضيوف. أشكرك جدا ويتفضل. هذه هي القصة يعني. قصيدة حداثية جميلة راقية يا إدريس. الله يعزك يا سلام. عجبني كثيرا مزجك بين الحداثة والتراث في القصيدة. نعم. قصيدة تراثية ولكنها حداثية في نفس الوقت. عجبني التصوير، كثير من التصاوير الموجودة في القصيدة. أهم بيت في نظري رفعت الراس يا شيخ الجوارح ما تبي بيعار. نعم. تصوير جميل يعطيك ان هذا الطير اعطاك الشموخ ورفع راسك من صيده من افعاله الطيبة. نعم. اتمنى لك التوفيق. الله يسلمك. شكرا يا ابو نايف. إدريس مسك الله بالخير. بالنور. الله يسلمك. طال عمرك. تعليق بسيط، طبعا نص جميل وانت شاعر اجمل. البيت الثاني نعم. او البيت الثالث رفعت الراس يا شيخ الجوارح ما تبي بعار، وانا كل ما اشوفك بالفضاء تصرخ لي بحاضر. عد البيت ودي كان قلتيه، وانا كل ما دعيتك بالفضاء لبيت لي حاضر. اعتقد صورة بلاغية اجمل، طبعا انت شاعر جميل. نعم. الملحظة الاخرى فمان الله يا عز الشموخ ودلتي والنار، فمان الله يا شقران وانا من غربتك صابر. وانا
أبونا عن غربتك صابر عفوا. طبعا يا عز لو خليتها يا رمز بتكون للشموخ والدلة والنار. أنت جميل عموما. باختصار هو نص في مجمله جميل. فقط الصور الحديثة اللي استخدمتها لا تتناسب مع الفكرة التقليدية نوعا ما. أنت أجمل في فكرة تناسب إبداعك. الله يعزك الله يعزك. شكرا شكرا شكرا. مشكورين.